يا مساء الفل، مساء الانوار، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الناس الجديده اللي عندي نورتوني جدا جدا. عقبال يا رب ما نوصل كده ل10,000 مشترك. 10,000 اخت واخ عندي في القناه. النهارده الفيديو روتين بس ما فيهوش اكل خالص. يعني اليوم بتاعي ماشيه ازاي. اول ما صحيت من النوم دخلت لقيت المطبخ مهزله خلاص. بعت بنتي جابت لنا الحاجات دي عشان نفطر، وبعد كده ايه نشوف بقى هعمل ايه في اليوم بتاعي، لان هم سابوني نزلوا دروس، نزلوا مدارس الكلام ده، وكنت لوحدي بقى. فاول حاجه كده بداتها ان انا اركن البيض ادخله التلاجة علشان ما يتكسرش على الرخامه. انتوا عارفين بقى البيض بقى اسعاره مولعه يا جماعه. المهم انا بنضف الطبق عشان كان في التلاجة وكده، فحساه مندي، قلت انشفه كويس قبل ما ارص البيض بتاعي. خلاص. متنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده واللايك الجميل عشان يرفع الفيديو، علشان عددنا يزيد والقناه تكبر بيكم. هي شويه الحاجات دول تقريبا جبتهم لي بكام، حوالي 67 جنيه تقريبا يعني. هنا بقى كنت خلاص شلت الحاجه، ابتدي بقى اجهز الفطار بتاعي. هو كل واحد مننا عمل فطاره لنفسه، فانا الفطار بتاعي كان شريحتين توست لان انا باخد علاج، ففي مواعيد بقى فلازم اخد افطر واخد العلاج بتاعي يعني في وقتها. فهنا شريحتين التوست، وبعد كده هجيب لانشون وجبنه، اعمل واحده بلانشون وواحده بجبنه واعمل كوبايه شاي. ده كان الفطار بتاعي اللي هو حاجه سهله يعني. انا كنت ماسكه المقص، كنت بص اللانشون بس ما كانش جاي في الكادر بتاع التصوير يعني. هنا كده حطيت الجبنه في العلبه دي، وقلت بقى ايه اعمل بقى شريحه كده قبل ما ادخل الجبنه في التلاجة واحسها تقلت شويه، لان الجبنه تمسك في بعضها كده بتبقى تقيله، انا بحبها اول ما تيجي بس. فانا هفطر وبعد كده يعني استعين بالله. وطول ما انتي بقى بتشتغلي في البيت خلي على طول على لسانك ذكر ربنا كويس، ده الحمام يعني. خلاص. فهنا قلت بقى احط دورة غسيل الفواتح. يعني بحاول انظم على قد ما اقدر ان هي تبقى الوانه موحده، يعني درجات الالوان واحده. فهنا كده شغلت الغساله، احط كوبايه اريال واسيبها بقى ايه انشر الغسيل يعني. طبعا الكلام ده بقى انا المفروض ان انا خلصت الشقه كلها كان قبل العصر. بعد كده صليت العصر وعملت الغدا و... وكده يعني. هو اليوم عامه جميل. انا دلوقتي قاعده انتخب بقى بعد ما خلصت كل اللي ورايا، قاعده اعمل لكم مونتاج. هنا كده كان الغساله خلصت، اشيل بقى دوره غسيل واحط دوره غيرها. انا تقريبا غسالتي ما بترتاحش يعني، ربنا يعينها بصراحه عليا، وخاصه ان حجمها صغير مش الكيره ان هي جبتها اول ما نزلت. توشيبا 8 كيلو، ما كانش لسه بقى فيه ال 12 ولا ال 10 ولا الحاجات دي كلها. كان عندي النص اللي هي الهاف اوتوماتيك دي، وجبت دي تساعد معاها يعني. كان بقى دخلت البلكونه لقيت فيه غسيل فقلت المه بالمره، بس ما طبقتوش والله لحد دلوقتي. الصبح باذن الله اطبق الغسيل بقى، لان الوقفه في المطبخ تعبتني جدا. اخويا عامل لي كرسي ان شاء الله كده هيجيبهولي يعني عشان خاطر اقعد عليه وانا بعمل مواعين وبعمل حاجه. قلت بقى انشر شويه التيشيرتات بقى والهدوم اللي انا غسلتهم دول، علشان كمان المشابك بتقع من البلكونه ومحدش بيجيبها لي. مين بقى فيكو كده المشابك عنده بتقع وما بيلحقهاش يعني. يعني احنا بننزل مش بنلاقيها اصلا يعني، الا اذا كان وقعت جوه البيت بقى، لان في جزء من البلكونه جوه المدخل بتاعنا تحت. انا نفسي يعني ان انا الحق الشمس بدري، بس ما بلحقهاش لان الشمس بتيجي وقت قليل جدا على البلكونه. دهنت على فكره جزء من السور وما كملتوش. الصيف الجاي باذن واحد احد ان شاء الله هدهن السور واعمل قاعده في البلكونه بقى طول الصيف. انا على فكره بناتي بيعملوا كل حاجه معايا، بس ايام المدارس دي انا مش شايفاهم اصلا يعني. هي واحده بتروح المعهد، التانية بتروح الدروس، الولد بيروح المدرسه. فيا حرام كفايه قوي بيساعدوني في الايام اللي هم ما عندهمش حاجه فيها. قلت بقى انشر شويه بشويه كده عشان المشابك، عشان ازمه المشابك. يعني الدوره الثالثه لسه الرابعه حطيناها في الغساله دلوقتي. احنا بنعمل دورات كل حاجه ورا بعضيها يعني. فالدوره الرابعه ليها حطيناها دلوقتي.
بعد كده بقى دخلت على المطبخ. المطبخ ده كارثه من كوارث الزمن يعني. تحس مفيش حوض بيفضى، مفيش حوض بيفضى، انا مش عارفه في ايه. يعني احنا بننام المطبخ نظيف، نصحى المطبخ مهزله. كنا عاملين بسبوسه، انت شفتوها في الفيديو اللي قبل ده. ف المواعين بتاعتها لقيتها على الرخامه. كل اللي بياكل في طبق مركونين بقى مفروشين كده على الرخامه، لو شفتوا في اول الفيديو. هنا كده دي ابتدي بقى ارتبهم علشان اعرف انا هدعك ايه الاول. الصابون ده اسمه ايه؟ وفير ولا فيب؟ تقريبا وفير. ريحته مش عجباني، بس هو حلو يعني مش وحش، بس الريحه بتاعته مش عجباني خالص. قلت بقى انضف رخامتي عشان يبقى شكلها كده مريح نفسيا وانا بشتغل. نحط شويه صابون في الطبق وندعك بقى المواعين بتاعتنا واحنا بنتكلم كده. مين بقى بتخلي بناتها يساعدوها في البيت؟ مين بتخلي بنتها تعتمد على نفسها ان هي تبقى قد المسؤوليه لما تتجوز وتعرف تفتح بيت؟ علشان ما يحصلش المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ان في ازواج بيشتكوا مثلا من ان مراتاتهم ما بيعرفوش يطبخوا، ما بيعرفوش يروقوا. على فكره المشكله دي عدت عليا انا، بنتي كانت بتروق حلو جدا في الترويق والتنفيض والغسيل والحاجات دي، كان استاذه اللي هي بنتي الكبيره. بس في المطبخ كان صغيره في تانية ثانوي، فقلت لا مش هعلمها مطبخ دلوقتي، لما تكبر شويه. وهي ما كانش بتحب المطبخ نهائي يعني، اختها كانت تدخل تساعدني هي لا. فلما اتجوزت ما بتعرفش تعمل، بس ربنا رزقها بناس يعني الله يبارك لهم، حماتها واخت جوزها علموها كل حاجه في البيت. يعلموها المطبخ من الف ب لحد الاخر، كل حاجه يعني. بتعمل ما شاء الله اكل دلوقتي ممتاز، ممكن تعمل عزومه كامله. فدي حاجه تحسب لهم يعني، يشكروا عليها. لكن اخواتها بقى الاتنين التانيين بيعشقوا المطبخ، فما عنديش مشكله معاهم ان هم متعلمين او كده. لا، لما بتعب بلاقي ان حد بيسندني، بلاقي بنتي معايا يعتمد عليها، قد المسؤوليه، قد ان هي عارفه ان في التزامات في البيت بتبقى ايه اللي ناقص وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. الواحد لو تعب شويه يلاقي حد يساعده يسنده. علموا بناتكم كده يعني، ما تسيبوهمش ان هم يناموا ويريحوا. لان انا شفت ناس بتخلي عيالها ما تتحركش من مكانها. طب وفي الاخر هتدي ام كارثه. ام عينين عيالها مش متعودين على النظافه. لكن كل ما هتعلميها ان هي تعتمد على نفسها، وان هي تكون ست بيت، وان هي تشيل مسؤوليه، كل ما هتبقى هي يعني بني ادمه نافعه لنفسها ونافعه للي حواليها وتنفعك. يعني احنا كلنا محتاجين بناتنا، يعني البنات دول نعمه. سيبك بقى من ان الصبيان هم اساس البيت وهم عمار البيت، بس البنت هي يعني سند امها، هي اللي بتشيل امها وتشيل ابوها وتسند اخواتها. حتى لو اخواتها صبيان فهي البنت هي الاحسن. الصبيان ساعات بيبقى مشغولين مشاغل الحياه والكلام ده كله، لكن البنات فيهم الحنيه. فالحمد لله انا ربنا اكرمني ان انا ماليش اخت، فربنا كرمني ب3 بنات. عندي احسن من اي حاجه في الدنيا. ربنا يخليهم لي يا رب وافرح بيهم كده. دي بقى مهزله معالق. انا نفسي اعرف احنا كنا بالمعالق دي كلها امتى. احنا 5 يعني، لو كل واحد واكل بمعلقتين يبقى 10. لكن جيش المعالق دي اللي عدى ال 24 معلقه، انا نفسي اعرف استهلكناهم امتى. كل اللي بيدخل يعمل حاجه بيرميلي معلقه على الرخامه. فلو اتفرجتي معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك وتعملي لي وتفعلي زر الجرس وتعملي اشتراك في القناه. خلاص، قولي لي ايه اللي عاجبك وايه اللي انتي محتاجه ان انا اعمله مثلا في الفتره الجايه. وما تنسيش بقى تبقى تعملي شير بقى مع اصحابك وقرايبك عشان تشجعيني، وعشان نفسي ابقى 10,000 مشترك على اخر السنه. فانا لسه ما وصلتش ل1000، بس باذن واحد احد، باذن الله، بعون ربنا، باذن الله هبقى ان شاء الله 10,000 اخر السنه. معرفش ازاي، بس انا واثقه في ربنا، وعشمي في ربنا كبير قوي. فخلي دايما عشمك في ربنا، مش في اي حد تاني، مش في اي حاجه في الدنيا، لان ربنا احسن من اي حد. هنا بقى خلصت المطبخ، قلت اروق على حالي، اعمل كوبايه نسكافيه كده. انا بعملها زي الشاي يعني، ما بسخنش اللبن وكده. ده شكل المواعين بتاعتي. ودعولي بقى ربنا يعيني كده واخف واستعيد نشاطي تاني في البيت.